السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا أحلى متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده راجعه لكم في فيديو جديد، هنعمل مع بعض الكيكة الحلوة دي من غير لبن ومن غير بيض، عملناها بالمية بس. سهلة واقتصادية، بتطلع معاكي هشة ومظبوطة جدا زي ما انتم شايفين كده. ويلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف عملناها ازاي. أول حاجة كده بجيب بولة وبنزل فيها بكوباية من السكر، معلقتين كبار من الكاكاو الخام، من نفس الكوبايه اللي معايره بها السكر كده بعاير بها كوبايه ونص من الميه الدافيه. طبعا ما تكون دافيه، ما تكونش سخنه قوي ولا بارده قوي، بالشكل ده. هنبدا نقلب كل المكونات دي مع بعض كويس جدا لحد السكر ما يدوب تماما مع الكاكاو والميه. اول ما المكونات كده دابت معاكي بالشكل ده، بتكوني محضره معاكي كده نص كوبايه من الزيت، بتنزلي بيها برضو على الخليط ده، ورشه كده من الفانيليا عشان تكون ريحتها حلوه وتديها طعم مميز كده وريحه حلوه. هنقلبهم برضو مع بعض كويس جدا بالشكل ده. اول ما المكونات كلها امتزجت مع بعض بالشكل ده، هنركن الخليط السايب ده او السائل ده، وهنكون محضره معايا بوله تانية هنزل فيها بكوبايتين من الدقيق، من نفس الكوبايه اللي معايره بها السكر والميه، وهنزل عليهم برضو بكيس بيكنج باودر كيك شيف، وذره بسيطه كده من الملح طبعا عشان تعادل الطعم. هنقلب كل المكونات الجافه دي مع بعض كويس جدا بالشكل ده. وطبعا اهم خطوه بقى في الكيكه بتاعتنا ان انت لازم تنخلي الدقيق بتاعك كويس جدا بالمصفى العاديه اللي عندك دي يعني، او بمنخل. هتبتدي كده تاخدي نص الدقيق بالشكل ده وهننزله على الخليط بتاع الكيكه. هنبدا ننخله، وده اهم خطوه فيها عشان طبعا هي اللي بتخلي الكيكه بتاعتك هشه وجميله مش مكتومه. للناس اللي دايما بتشتكي ان الكيكه بتاعتها بتطلع مكتومه، اهم حاجه ان انت تنخلي الدقيق بتاعك. اخدنا كده نص كميه الدقيق، وهنبدا برضو بالمضرب اليدوي بتاعك كده تقلبيه لحد الدقيق ما يختفي خالص. ولو حابه تستعملي الخلاط براحتك او المضرب الكهربائي براحتك، بس هي سهله ما بتاخدش وقت خالص. اول الدقيق ما اختفى كده بالشكل ده، هبدا انزل بنص كميه الدقيق التانية، زي ما انتم شايفين مكوناتها سهله واقتصاديه وان شاء الله متوفره في كل بيت. كده نخلنا نص الدقيق التاني، نص كميه الدقيق التانية. هنبدا برضو نقلبها مع بقية المكونات لحد الدقيق ما يختفي تماما تماما ونوصل للقوام المطلوب اللي هنشوفه مع بعض دلوقتي. زي ما انتم شايفين كده الدقيق اختفى خالص وقوام الكيكة بسم الله ما شاء الله جميل جدا. هننزل بقى بالمعلقة السحرية اللي بتدي للكيكة هشاشة وبتخليها مرتفعة كده وجميلة، معلقة كبيرة من الخل. وهنبدأ برضو نقلبهم كده مع بعض. تمام كده كده اصبحت الكيكه بتاعتنا معانا جاهزه. اكون محضره معايا صينيه مقاس 24، طبعا دهنها دهنه زيت بسيطه ومبطناها كده بالدقيق بالشكل ده. هبدا انزل فيها بخليط الكيكه بتاعي. زي ما انتم شايفين خليط الكيكه بسم الله ما شاء الله مظبوط جدا، محتاجش مني اي سوائل زياده. طبعا اول ما ابتديت اشتغل في الكيكه كنت مشغله الفرن بتاعي على درجه حراره 180، هدخلها على الرف اللي في النص، مش هفتح عليها خالص قبل ما يعدي 30 دقيقه واختبرها بخله. هنا بقى هنحضر الصوص الرهيب اللي بنحطه على وش الكيكه. معايا هنا كده كوبايه من السكر، معلقه 3 معالق كبار من الكاكاو الخام او الكاكاو المحلي اللي هو بسكر ده، يعني ما توقفش نفسك على حاجه كده او كده بيطلع جميل جدا. معلقتين كبار من النشا وكوبايه من الميه.
هنبدأ نقلب كل المكونات دي مع بعض كده على البارد لحد المكونات كلها ما تمتزج مع بعض كويس. تمام كده، على نار بقى متوسطة، ما تكونش عالية قوي ولا واطية قوي. هتبتدي تحط الصوص اللي احنا عملناه ده، وهنبدأ نقلب بالشكل ده لحد ما تحسي ان القوام بتاعه بدأ يظبط معاكي ويتقل معاكي شوية. طبعا برضو ده صوص اقتصادي جدا وطعمه رهيب. اول لما بتحسي ان الخليط بتاعك غلى والقوام بتاعه بدأ يتقل شوية، بتنزلي بنص معلقة كبيرة كده من السمنة، طبعا عشان تديها لمعة حلوة، او ممكن مكعب صغير كده من الزبدة او معلقة كبيرة من الزيت. وهنبدأ نقلبهم كده مع بعض كويس، وبكده يكون الصوص بتاعنا الاقتصادي جاهز معانا. هنا بقى بعد الكيكة بتاعتي ما طلعت من الفرن واختبرتها بالخلة، زي ما انتم شايفين كده حاجة بسم الله ما شاء الله جميلة جدا. اكون بقى محضرة معايا هنا معلقتين كبار من المية، وعليهم كده معلقة صغيرة كده من النسكافيه ومعلقة من السكر، ومدوبهم في بعض كويس. وهبدأ اسقي الكيكة بتاعتي، او ممكن تسقيها بلبن. طبعا زي ما انتم شايفين برضو بتشرب النسكافيه، معنى كده ان الكيكة جميلة ما هيش مكتومة خالص، وبتشرب النسكافيه بسهولة بالشكل ده. طبعا الخطوة دي برضو عشان الكيكة كده تبقى دايبة معاكي وجميلة. وده الصوص اللي احنا عملناه مع بعض، زي ما انتم شايفين كده قوامه بسم الله ما شاء الله جميل جدا. هتبتدي كده تنزلي على وش الكيكة بتاعتك بالشكل ده، وهتوزعيه على وش الكيكة والجوانب. بصراحة الطعم بتاعه كان جميل جدا. هنا كده بعد ما وزعت صوص الشوكولاتة على وش الكيكة، بكون محضرة معايا هنا قرطاس من الشوكولاتة البيضة، ده قرطاس من ورق الزبدة. وهبدأ أعمل كده شكل دواير من الشوكولاتة البيضة. وده طبعا الخطوة دي اختياري، لو حابة تعمليها براحتك، لو مش حابة ممكن تستكفي بس بصوص الشوكولاتة اللي عملناه. هنا خلة بقى من بتاعة الشيش طاووق كده، هتبتدي تاخدي شكل كده من جوه لبره بالشكل ده. طبعا مفيش اسهل من كده خالص. وهنرجع تاني تاخدي من بره لجوه بالشكل ده، كأنك كده بترسمي خيوط العنكبوت. بسم الله ما شاء الله بتديكي شكل جميل جدا على الكيكة بتاعتك. معايا هنا فرسلة او فرسيل ناعم جدا، بحطه كده على الجنوب بتاعت الكيكة كشكل مش اكتر، يعني لو حباها لو مش حباها براحتك. وبرضه بحط منهم شوية كده في النص، وبكده تكون الكيكة بتاعتنا جاهزة معانا بسم الله ما شاء الله. كل المواد بتاعتها اقتصادية جدا، وان شاء الله متوفرة في كل بيت. اتمنى تعجبكم، واتمنى ما تنسونوش في لايكات كتير، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.